فيلم النهارده ذا فلاي بويز بيحكي عن طفلين من شهوتهم بيخشوا جوه الطياره للتهريب بالغلط وبيلاقوا نفسهم وسط عمليه كبيره، وعلشان ينجوا بحياتهم بيضطروا يسوقوا الطياره بنفسهم وبيكملوا في رحله للهروب مع اعضاء العصابه اللي عايزين يخلصوا عليهم. بس قبل ما نبدا فيلمنا عايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وبتبدا الحكايه في مدينه صغيره بولايه اريزونا مع كايل وامه سامانسا اللي لسه واصلين جديد للمدينه، وبيبداوا حياتهم فيها. ومع بدايه اليوم الجديد بيودع كايل امه وبيروح للمدرسه وهي بتنطلق لشغلها في المطعم. كايل كان متوتر وخايف من مدرسته الجديده، ولما بيخش الفصل المعلمه بتقدمه للطلاب وبتخليه يقعد في مكان فاضي، وبعدها بتطلب من جيسون يطلع علشان يقدم المشروع العلمي بتاعه. بس المتنمر ريتشارد بيكعبله وبيقع على وشه والمشروع بيتدمر وبيبقى حزين جدا، وما بيقدرش يقول على اللي حصل للمعلمه وبيقول لها انه وقع مش اكتر. ولكن كايل بيقول لها انه شاف ريتشارد بيوقعه، وطبعا المتنمر بينكر كل حاجه. فبيعترف جيسون ان ده فعلا اللي حصل، فبتتعصب المعلمه وبتبعته للمدير وبيتفصل اسبوعين. وبعد اليوم الدراسي ريتشارد واتنين من اصحابه بيستنى جيسون علشان ينتقم منه، وبيضربه في بطنه بعنف وبيوقعه على الارض وبيكمل ضرب فيه، وجيسون بيتألم بشده وبيبقى شكله وحش قصاد زمايله. وفي اللحظه دي بيوصل كايل وبيضرب ريتشارد على وشه ومناخيره بتنكسر وبيقع على الارض مصدوم. ولما اصحابه بيحاولوا يدافعوا عنه كايل بيمسكهم ينفخهم وبيعلم عليهم وبيدي لريتشارد بوكس تاني وبيهزقه. بعدها بياخد العجله بتاعته وبيمشي بسرعه، فجيسون بيجري وراه وبيشكره على مساعدته. ومن لحظتها الاتنين بيبقوا اصحاب وبيروحوا يتمشوا في المدينه وبياكلوا ايس كريم، وبيحكي له كايل عن حياته. وساعتها بيظهر ريتشارد في عربيه مع اخوه الكبير جاك وجايبه علشان يجيب له حقه، فبيقف كايل قصاده بشجاعه وما بيهموش اذا كان اكبر منه ولا شكله بلطجي، وبيديله واحده في الحته الخطره وبيشد له سلسله من مناخيره وبيضربه في بطنه وبيوقعه على الارض. فجيسون بيخاف وبيطلع يجري بالعجله، فبيجري كايل هو كمان، والاتنين بيطيروا في الشوارع من جاك اللي في قمه غضبه وعايز ينتقم منه، وبيسوق بتهور رهيب وبيكسر كل قواعد المرور وبيقفز بين الحواجز وبيلبس العربيات في بعض وبيدمرهم. فالطفلين بيجروا منه في الحارات الضيقه على امل الهروب، فبيزيد غضبه وبيكمل مضطرد ليهم لحد ما بيلاقيهم داخلين من باب المطبخ بتاع المطعم، فبيخلي صديقه ينزل يجري وراهم وبيطردهم بين المطبخ والصاله، والكل بيقفوا مستغربين بما فيهم سامانسا اللي مش فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط. وبعد ما بيخرجوا للشارع بيطاردهم جاك من جديد، بس المشكله ان مفيش طريق قصادهم للهروب غير منط صغير هيخليهم يطيروا فوق القناه، ولو ما نجحوش هيتخرشموا وممكن يموتوا. بس ما بيبقاش قصادهم حل تاني، وبكل سرعتهم بيتحركوا وبينطوا فوق القناه وبينجحوا في العبور بمعجزه، وبيفضلوا يغيظوا في جاك واخوه الصغير. بعد المغامره المثيره دي جيسون بياخد كايل للمطار الصغير بالمدينه وبيفرجوا على الطيارات الصغيره وبيعرفوا على عمه تومسون اللي شغال في صيانه الطيارات، وبيحوش كل دولار علشان حلمه يشتري طياره خاصه بيه. وبيسال كايل لو بيحب الطيارات ولا لا، فبيعرفوا انه في الحقيقه ما يعرفش لو كان بيحبها علشان عمره ما ركب طياره. وعلى طول تومسون بياخد الاتنين في الطياره معاه وبيحلق بيهم في الجو بين الجبال والسهول، والطفلين بيبقوا فرحانين جدا وفي منتهى السعاده. واثناء ما هم في الجو جيسون بيحكي له ان جده كان طاير في الجيش وشارك في الحرب العالميه الثانيه، وقع 17 من طيارات الاعداء. بتخلص الرحله الجميله دي وبيوصلوا تومسون للبيت عند الشيزون وبيقول له ما يعرفش حد انه طار بيهم وعملوا شلبظات في الجو، وبيتفقوا يتقابلوا تاني يوم بدري قبل المدرسه علشان يطيروا. وبيخش الاتنين وبيتعشوا وبيطلع جيسون العشاء لجده اللي بيحبه جدا وبيعرفوا على كايل، وبعدها بيقعدوا بره البيت يتكلموا وبيبقى كايل زعلان منه علشان سابه وهرب ساعه الخناقه، وبيفهموا انهم اصدقاء والمفروض يواجهوا اي مخاطر سوا ويدافعوا عن بعض. فبيعتذر له جيسون وبيقول له انا كنت خايف مش اكتر، وبيوعده انه مش هيسيبه تاني. وبعدها جيسون اللي اسمها سوزان بتاخد كايل علشان توصله للبيت، بس هو بيبقى محرج يعرفهم انه عايش في فندق بسيط
وبيخلوهم ينزلوه عند بيت فخم وبيقول لهم ان ده بيته بيودعه. تاني يوم الاتنين بيتقابلوا، جيسون بيجيب معاه لاسلكي الصغير وبيدوله علشان يقدروا يتكلموا من مسافات بعيده. بعدها بيروحوا بسرعه على المطار وجيسون بياخد كايل على طياره الصغيره وبيقول له انه بيقعد كتير جدا مع عمه وفهمه حاجات كتير في الطياره ويعلمه ازاي يطير بيها. وبعدها بياخدوا على مخزن خاص وبيتسللوا لجوه من باب سري وبيكون في طياره كهرباء وشكلها مميز، فبينبهر كايل بيها وبيخشوا جوه يتفرجوا على اوضه القياده وبيقعدوا يلعبوا سوا وبيتبسطوا. وفي اللحظه دي بيتفتح باب المخزن فبيجري الطفلين وبيستخبوا في المخزن بتاع الطياره قبل ما حد يشوفهم وهم مرعوبين. والمشكله ان جيسون بينسى اللاسلكي بتاعه في اوضه القياده وبيخاف لحد يشوفه، بس فات الاوان انه يجيبه. وفجاه بتشتغل الطياره وبتخرج من المخزن فبيخاف كايل لا يقع في مشاكل وبيبقى عايز يهرب وبيفتكر ان اللي بيسوق الطيار بس ومش هيشوفه. بس اول لما بيفتح باب المخزن بيشوف واحد قاعد وفي جنبه سلاح فبيخاف وبيرجع تاني لمكانه وبيقول لجيسون انهم مش هيعرفوا يهربوا ولازم يستخبوا وما يخلوش حد يلاحظهم. وبيفضلوا على وضعهم كده لساعات لحد ما بتهبط الطياره في مطار صغير وبيشوفوا عربيه سوداء فيها ناس زي العصابات بيحطوا شنط في الطياره وبيمشوا. فجاه في حد بيفتح الجزء الصغير من باب المخزن وبيحط شنطه صغيره ومن حسن حظهم انه ما بياخدش باله منهم. وبترجع الطياره للسماء من جديد وتستمر في الطيران لساعات طويله لحد ما الطفلين بيتعبوا وبيناموا شويه، ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في الجو برضه وبيبقوا جعانين جدا فبيفتحوا الشنط على امل يلاقوا حاجه ياكلوها. بس الكارثه ان لما كايل بيفتح الشنطه الصغيره بيلاقي فيها قنبله فالاتنين بيخافوا وبيطلعوا من المخزن. وهنا كانت المفاجاه، الطياره ما فيهاش اي حد نهائيا وعلى وضع الطيران الالي واللي كانوا فيها نطوا بالمظلات من فتره طويله وما بيبقاش قصادهم حل غير ان جيسون يطير بالطياره. بس هو بيبقى خايف جدا لانه ما مساش غير طيارات صغيره ودي طياره كبيره مليانه زراير وحاجات كتير ما يعرفهاش. بس كايل بيشجعه بيخليه يقعد ويتحكم فيها وبيجري من القنبله من الطياره وبتنزل على حظيره في وسط الصحراء وبتدمرها. وبيحاول جيسون يتواصل مع حد بالراديو علشان يلحقهم ولكن مفيش اي حد بيرد عليها. وهنا بتظهر مصيبه جديده وقصادهم جبل ولكن انهم يخبطوا فيه ويموتوا. وبسرعه جيسون بيتحكم في الطياره وبيرفع بكل قوته وبيتفادى الجبل في اخر لحظه وبعدين بيتفادى جبل تاني وبمساعده كايل بيقدر يحافظ على توازنها في الجو. وهنا بيلاحظ جيسون ان الطياره فيها بنزين قليل جدا ولازم يهبطوا قبل ما المواتير تقف تماما، فبيدوروا على طريق او مطار وما بيلاقوش غير الطريق الرئيسي. وبيصوب الاتنين بيتحكموا في الطياره لحد ما بيبقوا فوق الطريق مباشره وبينزلوا عجلات الطياره استعدادا للهبوط وبيحاولوا ينزلوا على الطريق. بس المشكله ان الطريق مليان عربيات كتير فبيحاولوا الاتنين يبعدوا عنها وما يخبطوش فيها. وسواقين العربيات اول لما بتشوف طياره نازله على الطريق بيبعدوا عنها وبينزلوا في الصحراء. بس في عربيات نقل ما بتقدرش تبعد فبيطير جيسون من فوقها وبيحاول ينزل على الطريق من جديد بس ما بيبقاش عارف الفرامل فين. ومن سرعه الطياره بتنحرف عن الطريق وبتخش في الصحراء فبتقف في لحظتها وبينجح الاتنين في النجاه والهبوط بالطياره بسلام وبيفرحوا جدا باللي عملوه. في الوقت ده بيبقى تومسون قاعد في المطعم وبينام على نفسه وبتيجي سامنسا علشان تصحيه وبتصب له قهوه ومن الواضح انهم بيعجبوا ببعض من اول نظره. وساعتها بيتذاع الاخبار عن الهبوط المعجزه للطفلين في وسط الطريق وبيحكوا للشرطه عن كل حاجه والقنبله اللي لقوها والمذيعه بتبقى مبهوره باللي الاتنين عملوه وهنا جاتهم من الموت. فبيقوم تومسون وهو مصدوم وشايف ابن اخوه في الاخبار وما بيصدقش اللي هو عمله وبتقف جنبه سامنسا وهي مش فاهمه اي حاجه ومصدومه ان ابنها طلع في الاخبار. ومش بس هم اللي بيتفرجوا على الاخبار، ده كمان اهل جيسون بيبرقوا من الصدمه وما بيصدقوش نفسهم. وعلى اطراف المدينه بيبقى قاعد انجيلو في قصره وسط رجالته بيتفرج على الاخبار وبيعرف ان دي طيارته وحد من رجالته اخدها وراح يستلم 4 ملايين دولار من فلوس الكازينو بتاعه والفلوس اختفت. فبيتعصب جدا وبيبقى عايز يعرف مين اللي غدر بيه وسرق فلوسه وكان هيدمر الطياره بتاعته علشان يمحي اثار خيانته. وساعتها بتوصل الشرطه لانهم عرفوا ان الطياره بتاعته فبيخلي واحد من رجالته يعطلهم شويه وبيقول لماني ويصل انه عايز طيارته ترجع ويعرف مين اللي عمل كده ويتكلم مع الطفلين. بالليل بيبقى قاعد سيلفيو مع ليني بيتفرجوا على الاخبار ولما بيعرفوا ان الطياره السليمه بيخافوا لانهم كده يروحوا في داهيه. ولو انجيلو عرف انهم اللي دبروا للعمليه وبخيانتهم وسرقتهم للفلوس هيخلص عليهم. فسيلفيو بيفكر شويه وبيروح يكلم اخوه انجيلو بيقول له ان هو وليني عملوا غلطه وقعدوا يشربوا وناموا وما قدروش يركبوا الطياره لما وصلت في المطار اللي عند الكازينو. فبيساله لو يعرف اي حاجه عن اللي حصل فبيقول له هو ما يعرفش غير اللي سمعه من الاخبار وبيساله لو عرف مين اللي خانهم وسرقهم فبيقول له انجيلو
انجيلو ان لسه ما اكتشفش الخاين، وبيطلب منه يجي بسرعه ويبعد جنبه لانه في الوقت الحالي ما يعرفش مين اللي يثق فيه من رجالته. بيقرر سيلفي انه يسمع كلامه ويسافر لاخوه، فبيعترض ليني وبيقول له ان الاحسن ياخدوا الفلوس ويهربوا. فبيفهموا سيلفي انهم لو اختفوا دلوقتي اكيد انه هيشك فيهم، ويعرف انهم اللي عملوا كده ومفيش مكان في الارض هيقدروا يستخبوا فيه وهيلاقيهم ويقتلهم. بس المشكله انهم بيبقوا خايفين لا يكونوا الاطفال شافوهم في الطياره، فبيقرروا انهم يروحوا لهم في الاول ويتكلموا معاهم. الشرطه بتاخد الطفلين وبتوديهم على بيت جيسون، وبتفرح سامنسا جدا وبتحضر ابنها بعد ما اطمنت عليه انه بامان. اما سوزان فبتمسك جيسون وبتهزقه، بس تومسون بيفرح بتلميذه اللي قدر يسوق طياره كبيره وبياخده بالحضن. تاني يوم في المدرسه كايل وجيسون بيبقوا من المشاهير، والكل بيعملوهم باحترام شديد بعد ما الناس اطلقوا عليهم لقب الفتيان الطائرين. واول لما بيخرجوا من باب المدرسه بيلاقوا جاك واقف مستنيهم وناوي على الشر، فبيخافوا. وفي اللحظه دي بيظهر ماني وسال للطفلين وبيفهموهم انهم من المباحث الفيدراليه عايزين يتكلموا معاهم شويه، فبيوافقوا وبيركبوا معاهم في العربيه وهم فرحانين بنجاتهم من جاك وصاحبه. بس من بعيد بيبقى واقف سيلفي وليني وبيغضبوا من ضياع فرصتهم للكلام مع الاطفال، وان انجيلو وصل ليهم قبله بيقرروا انهم يروحوا لانجيلو ويشوفوا اللي هيحصل. واثناء ما الاطفال في الطريق بيبقوا خايفين شويه، فسهل الضخم بيطمنهم وبيعملهم بلطف وطيبه وبيرضى عليهم مشروبات وحلويات. ولما بيوصلوا لقصر انجيلو ماني بيطمنهم اكتر وبيعرفهم ان رئيسهم انجيلو عايز يسالهم شويه اسئله مش اكتر، وكمان هيشكرهم على انقاذهم لطيارته بعد كده هيروحهم للبيت. فبياخدهم سال للقصر وبيدخلهم لغرفه الالعاب وبيقول لهم يلعبوا زي ما هم عايزين وياكلوا من الحلويات براحتهم لحد ما انجيلو يجيلهم. فالاطفال بيفرحوا جدا من غرفه الالعاب المبهره، واللي عمرهم ما شافوا زيها على طول بيجروا ياخدوا المسدسات اللعبه وبينطلقوا يلعبوا. ومن غرفه المراقبه بيقف انجيلو يتفرج عليهم، وبيوصل سيلفي وبيقف يتفرج معاه. وانجيلو بيبقى سعيد جدا بيهم وبيقول لاخوه انهم بيفكروه بيهم لما كانوا صغيرين وكانوا مليانين بالفرحه وهما بيلعبوا سوا وبيخافوا على بعض. وبعدها بيقول لسيلفي انه سدد الديون اللي عليه من فتره ومحدش هيطرده تاني، ومرضاش يقول له من بدري علشان يعلمه الدرس، ودلوقتي لازم يتحدوا سوا ويحلوا المشكله ويعرفوا مين الخاين اللي سرق الفلوس. فبيتصدم سيلفي وما بيقدرش ينطق وبيحس من جواه قد ايه هو ندل وخان اخوه اللي بيحبه. وبعدها بيبص للاطفال وبيضحك وبيقول له فاكر زمان لما اهلنا اتخانقوا وانا كنت حزين وخايف وانت كنت جنبي واديتني العابك وفرحتني، ساعتها عرفت ان دايما اخويا الكبير هيكون جنبي وفي ظهري. وبيبكي سيلفيو فبيحضنه انجيلو بيقول له انا سعيد جدا انك معايا وجنبي، وبيسيبه بيخش للاطفال. ولما بيلاقيهم مندمجين في اللعب بياخد مسدس هو كمان وبيلعب معاهم، كلهم بيفضلوا يضربوا على بعض وهم مبسوطين، والطفلين بيتحدوا ضده بيحطوا خطط للتغلب عليهم وبيفاجئوه بيقدروا يوقعوه ويثبتوه بالمسدسات. فبيضحك وبيكمل لعب معاهم، وبعدها بيقعد يتكلم معاهم وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انهم بيفكروه باولاده وبيشكرهم على انقاذهم للطياره، وبيقول لهم ان اي حاجه محتاجينها مهما كانت يطلبوها وهو هينفذها، فما بيبقوش عارفين يطلبوا ايه. فبيسالهم لو كانوا شافوا اي حد في الطياره لانهم كانوا هيموتوهم ولازم يعاقب اللي سرق الطياره لانهم اخدوا حاجات خاصه بيه ومهم عنده انه يعرفهم ويلاقي حاجاته. فبيفهموه انهم كانوا في المخزن طول الوقت وما شافوش حد، كل اللي شافوه عربيه وشنطتين كبار مش اكتر. فبيقتنع باجابتهم وبياخدهم بره وبيعرفهم على اخوه سيلفي وليني وبيدوهم الكارت بتاعه علشان لما يقرروا هم عايزين ايه يكلموه، وبياخدهم صاله وبيديهم شنطه مليانه حلويات. وانجيلو بيعرف رجالته ان الاطفال ما شافوش اي حاجه ولا حتى فتحوا الشنط، وبيطلب من سيلفي وليني ياخدوهم يوصلوهم للبيت علشان يطمن عليهم. وبالفعل بياخدهم في العربيه وبيتحركوا في الطريق، واثناء ما هم قاعدين بيقرر كايل انه يطلع الا سلك اللي معاه ويجرب يتكلم فيه، والكارثه انه بيسمع صوته طالع من جيب ليني. فبيفهم الطفلين ان هما اللي كانوا في الطياره وسرقوا الفلوس، فبيترعبوا ما بينطقوش ولا كلمه. وبيطلع ليني اللاسلكي من جيبه وبيبص لسيلفي برعب وصدمه، ومفيش ثواني وبيقفوا في الطريق والطفلين بيخافوا لا يقتلوهم. فكايل بيقول لهم انهم لو عملوا اي حاجه وقتلوهم فانجيلي هيعرف انهم الخونه اللي سرقوها هيخلص عليهم. وبيقول لسيلفي انه الاحسن يعترف لانجيلو ده اخوه هيسامحه، بس ليني بيبقى متوتر وخايف وعايز يقتلهم ويهرب. فسيلفي بياخده بره العربيه وبيتناقش معاه وبيحاول يهديه ويفهمه انه ما ينفعش يقتلهم، دول طفلين مالهمش ذنب، وبيهزقوا علشان اخد اللاسلكي معاه وبيحاول يقنعه يرجعوا الفلوس ويعترفوا لانجيلو لانه مش هيقدر يسامح نفسه على خيانته لاخوه، وخصوصا انه دفع له الديون اللي عليه. وهنا ليني بيفقد اعصابه وبيقول له انه ما عندوش استعداد يخسر ال 2 مليون دولار نصيبه، وبدم بارد بيمسك سلاحه وبيخلص عليه. بيترعب كايل اول لما بيشوف المنظر وبيجري يقفل الشباك
الشباك وابواب العربيه بسرعه جدا، وبيزنق دراع ليني في الشباك، وفي لحظتها بيهرب مع جيسون وسط اطلاق الرصاص. بيقدر ليني انه يكسر ازاز العربيه وبيجري وراهم، وبيلاقيهم دخلوا عند بيت واحد يستنجدوا بيه، فبيضرب عليه النار وبيكمل المطارده، وبيجري الاطفال باقصى سرعه عليهم وبينطوا بين البيوت ومن فوق الاسوار لحد ما بينفصلوا عن بعض، وكل واحد منهم بيروح من اتجاه. فليني بيجري ورا كايل بكل قوته لحد ما بيمسكه، ولما بيبقى جيسون لوحده بيحاول يتصل بكايل عن طريق اللاسلكي، وبيتصدم لما بيرد عليه ليني وبيقول له انه قدر يمسك صديقه وهيخلص عليه، وصاده ربع ساعه علشان يقابله في مخزن الطياره بتاعه انجيلو، وبيحذره انه لا يتكلم حد ولا يبلغ الشرطه، ولو حد ظهر غيره هيخلص على كايل، ولو ما جاش هيقتله برضه. فبيخاف جيسون جدا وبيقعد يبكي وبيوافق على شروطه، وبيقعد مع نفسه مرعوب وبيفكر هل هيسيبه يهرب زي المره اللي فاتت ولا هيروح علشان ينقذ حياته. بيطلع ان سيلفيو لسه عايش ولكنه بيطلع في الروح، وباخر طاقه جواه بيتصل بانجيلو وبيتاسف له على اللي عمله، وبيعترف له ان هو اللي سرقه مع ليني، ودلوقتي ليني اتضرب عليه النار عايز يخلص على الاطفال وبيطلب منه يسامحه. فبيحاول انجيلو يهديه وبيسامحه فعلا وهو بيبكي، فبيموت سيلفيو وهو مرتاح. انجيلو ما بيبقاش مصدق ان اخوه مات وبينهار، وبيبقى عنده امل انه ممكن يبقى عايش، فبيطلب من رجالته يحضروا له الطياره الهليكوبتر فورا. بيتجه ليني للمطار بالعربيه ومعاه كايل، وبيقرر جيسون انه مش هيتخلى عنه، مش هيسيب صديقه يموت، وبأقصى سرعته بيجري علشان يقابلهم حسب الميعاد. وفي مكان طياره انجيلو بيحاول انه يلاقي الطيار، فبيسأل واحد موجود لو هو طيار، فبيقول له لا، فبيضرب عليه الرصاص وبيقتله، وبيقعد كايل على الارض وهو خايف من مصيره. ساعتها بيوصل تومسون وما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل، فليني بيرفع عليه السلاح وبيساله لو كان طيار. قبل ما يجاوب بيبص لكايل وبيلاقيه بيهزله راسه علشان يجاوب صح، فبيقول له انا طيار فعلا. فبيفرح ليني وبيأمره يطير بيه في اتجاه المكسي، فبيحاول تومسون يخليه يسيب كايل ويطلق سراحه، بس ليني بيهدده انه لو ما سمعش كلامه هيخلص عليهم فورا، فبيضطر يسمع كلامه ويركب الطياره ويبدأ في تشغيلها. اما جيسون فبيبقى مستخبي في المخزن وبيشوف اللي بيحصل، وقبل ما تتحرك الطياره بيجري وبيخش جواها وبيقعد جنب صديقه وهو سعيد. وكايل بيعرف انه اختار صح وان جيسون مرضاش يسيبه ويهرب. وبعد شويه تومسون بيعرف ليني ان الطياره الوقود فيها قليل جدا، لازم ينزلوا في اي مطار يحطوا بنزين، فبيمروا يكمل الطيران علشان يقفز من الطياره ويسيبهم، وبيجري جاهز المظله وشنط الفلوس علشان ينط بيها. فبيلاقي كايل بيبص له بغضب وبيقول له ان انجيلو مش هيسيبه وهيخلص عليه، فبيتعصب جدا وبيمسك كايل من قفاه علشان ياخده ويرميه من الباب. فتومسون بيحرك الطياره يمين وشمال وبيعمل بيها حركات خطر، وده بيخلي ليني يفقد السيطره على نفسه، مبقاش عارف يقف في الطياره، وبسرعه تومسون بيهجم عليه وبيضربه. فبيجري جيسون وبيحاول يتحكم في الطياره، بس المشكله ان ليني بيقدر يتفوق على تومسون وبيضربه بعنف، فكايل بينط وبيدافع عنه وبيرمي السلاح لتومسون، فبيقوم علشان ياخده بيلحقوا ليني وبيكملوا ضرب في بعض. وبسبب المعركه وعدم تمكن جيسون من السيطره على الطياره بيقع كايل من الباب وبينزل في الجو من مسافه عاليه جدا، فبيتصدم تومسون والدم بيغلي في عروقه، وبيستجمع كل قوته وبينزل ضرب في ليني بعنف شديد، وبسرعه بياخد جيسون والمظله وبينطوا من الطياره ورا كايل. واثناء ما هما في الجو بيحاول تومسون يلبس المظله بصعوبه، وبيمسك جيسون بكل قوته وبينزلوا سوا بسرعه في اتجاه كايل اللي مرعوب وخايف من الموت، وبيمسكوه وبيقول لهم تومسون يتمسكوا بيه كويس، وبعدها بيفتح المظله وبينزلوا بامان على الارض. وكايل بيبكي ومش مصدق انه لسه عايش، وتومسون بيطمنهم وبيحاول يهديهم. وفي اللحظه دي بيوصل انجيلو بطيارته الهليكوبتر وبيجري عليهم وبيبقى فرحان جدا انهم عايشين، فبيقول له كايل ان ليني ضرب سيلفيو وانه حاول ينقذهم، فبيسالهم على مكان ليني، فبيقولوا له انه لسه في الطياره. وفي الوقت ده ليني ما بيبقاش عارف يتحكم في الطياره، وفجاه بتتحطم في الارض وتنفجر وهو جواها، والكل بيشوفها من بعيد. فبيرتاح انجيلو اخيرا وبيسالهم على مكان سيلفيو وبيطلب منهم ياخدوه هناك، فبيوافقوا وبياخدهم بالطياره. بعدها بيتحركوا بالعربيه ومن بعيد بيشوفوا الشرطه والاسعاف هم شايلين جثه اخوه، فما بيقدرش يقف ويشوف اللي بيحصل وبيكمل طريقه، والكل بيحاولوا يهونوا عليه الموقف. وبعد شويه بيوصلوا للمطار وبيقول للاطفال الصغيرين ان عمره ما هينسى اللي عملوه علشان، وبيشكرهم على كل حاجه، فبيعتذروا له على تحطم الطائره وهم زعلانين، فبيقول لهم ان مش مهم الطياره نهائيا ولا الفلوس اللي فيها، المهم انهم بخير ولسه عايشين. وبعدها بيطلب من تومسون انه يشتغل طيار معاه، فبيرفض باحترام وبياخد الاطفال علشان يوصلهم للبيت بعد مغامره مثيره. كايل اخيرا بقى بيثق في جيسون جدا وبيعترف له انه عايش في فندق رخيص مع امه ومرضاش يقول له علشان ما يحسش انه اقل منه، فبيقول له انه مش مهم هو عايش فين، المهم انهم اعز اصدقاء ودايما جنب بعض.
بيخش جيسون للبيت وبيلاقي ان الاخبار والصحف بتتكلم عنه، وبيلاقي جده قاعد مستنيه وبيبصله بكل فخر، وبيديله واحده من ميدالياته اللي اخدها من الجيش علشان شجاعته، وبيقوم بيديله التحيه العسكريه فبيفرح جيسون جدا. تاني يوم جاك بيبقى قاعد يصلح في عربيته وبيتفاجئ بماني والسال وهم بيشدوه من قفاه علشان يعلموه درس قاسي وانه ما يقربش تاني من الاطفال، ودلوقتي هم في حمايه انجيلو. بيقرر تومسون انه ياخد سامنسا مع الاطفال في رحله بالطياره، لكنهم بيتفاجئوا بطياره جديده وفخمه بتنزل في المطار، وبيقفوا قصادها ماني وسال بالعربيه. فبيروح علشان يشوف اللي بيحصل، فبيقول له ماني ان الطياره الجديده دي هديه من انجيلو ليه، وما يخافش ما فيش وراها اي حاجه هياخدها، وهتبقى بتاعته هي هديه على اللي عملوه مش اكتر، بس بشرط واحد انه ياخد الاطفال ويفسحهم في اي وقت هم عايزينه. فتومسون ما بيصدقش ان الحلم اللي جري وراه سنين يتحقق، وبقى عنده الطياره الخاصه بيه على طول بياخدهم على الطياره وبينطلقوا بيها في الجو، وبيبص للسامنسا اللي قاعده جنبه بكل حب وبيمسك ايديها، وبتبقى دي بدايه فصل جديد من الحكايه كلها سعاده وفرحه ليهم كلهم. وبكده بيكون فيلمنا خلص، استنونا في فيلم جديد واكشن جديد.